حقيقة أنا لا أريد الإطالة عليكم، ولكن أريد أن أتحدث بنقطتين فقط. والنقطة الأولى وهي أن الشعب الفلسطيني بأكمله يتعرض إلى مجازر يومية. نحن شعبنا في قطاع غزة يتعرض إلى حصار وقتل كباقي أجزاء الأراضي الفلسطينية كاملة. القدس تتعرض للتهويد، الضفة الغربية تتعرض للتهويد، القضية الفلسطينية المستهدفة. أنا أطلب من زملائي الإعلاميين التركيز على أن فلسطين، نعم نحن نعتز ونفتخر بالمقاومة ونعتز بغزة هاشم، ولكن المستهدف القضية الفلسطينية بضمتها. لقد ارتكب الاحتلال أبشع جرائم من جرائم النازية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وآخرها ما يجري في قطاع غزة من قتل للأطفال، وما جرى في القدس الشريف من إجبار طفل 13 عام على أن يشرب البنزين ويحرق وهو حيا. نحن نتحدث والعالم يتحدث ويتغنى في الهولوكوست، وما نسمي هذه الجرائم ضد الأطفال، ما نسميها. وبالتالي أنا أتمنى على الجميع أن نركز على أن القضية القدس يا إخوان صدر قرار بعد عيد الفطر السعيد من قبل سلطات الاحتلال بمنع المصلين من دخول الأقصى يوميا من الساعة 7 حتى الساعة 11، وتخصيص ذلك للمستوطنين وللصهاينة. هذا يعني بدأنا بالعمق، تهويد بالعمق وليس بالأطراف. يعني كمان شوي الأقصى راح يدوا وراح يقولوا هذا الهيكل التحكيم، ونحن نتفرج ونسجد وندين. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث بها وهي أننا نثمن أيضا دور القيادة المصرية ودور القيادات العربية التي وقفت وتقف لجانبنا دوما. ولكن إخواني بوش في عدوانه على العراق قال من ليس معنا فهو ضدنا، ووقفنا الكثير من الدول العربية بل فتحت أراضيها وقواعدها ودمرت أهم حضارة في العالم العربي والإسلامي العراق الشقيق بقواعد من داخل هذه الدول. نحن نقول لأمتنا العربية ولقيادتنا، ونخص بالذكر القيادة المصرية التي نثمن عاليا دورها، ولكن أيضا ليس الدور المطلوب. ليس أن نكون لا وسطاء ولا نطرح. يجب أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا أملنا، ونحن واثقون بأن الشقيقة مصر وبقيادتها الحكيمة ستنتصر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بأكمله، ونحن على ثقة تامة